هذا المكان. أولا أتكلم على من آتاه الله عز وجل صوتا حسنا واستثمره في غير القرآن، فهو والله يعني محروم. الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل، يعني يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من أصحاب الأصوات الندية كأبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين. فنصيحتي لأولئك يعني سواء ممن آتاهم الله عز وجل صوتا حسنا من القراء أو ممن يحمل بين جنبيه أعظم كلام على وجه الأرض، أولا الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فوالله ما أخلص الإنسان المؤمن لربه في عمل من الأعمال إلا وأحس بانشراح في صدره وبركة في هذا الأمر. والله عز وجل يعني يقول كما نعلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص يجب أن يكون نصب أعيننا ونصب أعين كل حافظ لكتاب الله عز وجل وكل من آتاه الله عز وجل صوتا حسنا حتى يوفقه الله عز وجل. الأمر الثاني المداومة على المراجعة اليومية. فحافظ القرآن يجب أن يكون له وردا يوميا يراجع فيه حفظه وإن كان يسيرا. أهم شيء أنه لا تقطع المراجعة لفترات طويلة حتى لا يضيع القرآن منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النصيحة الثالثة والأخيرة تعليم القرآن، بما أن الله عز وجل قد من عليك بحفظ كتابه فوجب عليك أن تخرج زكاة حفظك بتعليمك لكتاب الله عز وجل وتعليمك لهذا القرآن العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.